اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم آمين. أهلا وسهلا بحضراتكم. الفيديو ده متأخر أنا عارفة، بس غصب عني والله العظيم. شكرا لكل حد بعت يطمن عليا، سواء على القناة تعليقات أو على الصفحة بتاعة القناة. يعني بصوا، أنا مفيش كلمة شكر تقدر إن هي أسفة توفي حضراتكم حقها، واسفه على التاخير الطويل قوي اللي انا اتاخرته. بس هفهمكم دلوقتي كل حاجه، مش عايزه اطول في المقدمه. ما ننساش دعوه لاخواتنا في فلسطين ولجميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين، ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويسكنهم فسيح جناتي. مبدئيا كده ركزوا في التاريخ ده، يعني دي معلش حاجات كده محتاجه ركزوا في التاريخ بتاع الاشاعه. انا الاسم اهو اسراء، ركزوا في التاريخ بتاع الاشاعه. انا تقريبا ده اخر بعد اخر فيديو انا نزلته كان يوم 17/1 او 18/1 حاجه زي كده، انا مش فاكره التاريخ بالظبط. انا اللي حصل ان انا التعب ده كان بيجيلي قبل كده، تمام كده. فانا يعني جالي قبل كده مرتين، والمرتين كشفت فيهم وعملت جلسات. في اول مره خالص لاني كنت حرفيا لما جالي كنت حاسه اني مشلوله، انا وقفت مكاني وما كنتش قادره ولا اتحرك يمين ولا شمال ولا اعمل اي حاجه في حياتي. المهم يعني قعد استمر معايا التعب ده اول مره من شهر 10 لغايه شهر 1، تمام كده. والحمد لله بقيت كويسه، اللهم لك الحمد. كنت تعبانه شويه، بس الحمد لله يعني ايه، فضل ونعمه من عند ربنا ان إيه كنت بعرفين اللي هو بقى لو بدأ معايا اروح واخده مسكنات. المهم جه رجع تاني وكشفت وعملت اشاعه قبل كده، بس الاشاعه انا يعني عارفين اللي هو رميها في الدرج. فالمهم يعني خدت العلاج الحمد لله بقيت كويسه، فما اهتمتش تاني بصراحه، ما اهتمتش تاني. فالمهم لما يعني هو تقريبا كل سنه في شهر 1، يعني تاني مره ما جالي في شهر 1، المرة دي برضو جالي في شهر 1. انا يوم 15/1 انا كنت حرفيا كان بدأ التعب يجي. عارفين اللي هو ايه، انا مش قادرة استحمل. كنت بمشي بجنب، يعني عارفين انتوا الملوحة، انا كنت ملوحة، كنت بمشي ملوحة. ما كنتش قادرة اشيل اي حاجة خالص، كنت بمشي سندة، مش قادرة افرد ظهري. عارفين بعديها بقى عملت الاشاعة ديت، رحت قلت لا لازم اكشف. رحت كشفت عملت الاشاعة، كانت الاشاعة التانية الدكتور قال لي فيه ده فقرتين ضاغطين على بعض. انا كنت مفكرة بسبب الحقنة اول مرة ما جالي حقنة الولادة، فبعدين الدكتور قال لي لا ملهاش دعوة. بعدين لما كشفت وعملت اشاعة تاني مرة قال لي فقرتين ضاغطين على بعض، فقرتين اللي هي الفقرة القطنية وفقرة تانية والله ما فاكرة ايه، وقال لي ضاغطين على بعض وعلى الاعصاب، وهي اللي مسببه لي كاني انا عندي في الجزء الشمال من فوق لحد الركبة ده تنميل لدرجة ان انا كأنها متخدرة. ومن ركبتي في اليمين، من ركبتي لكعب رجلي ده بتبقى منمله لدرجه ان هي لو اتنت تحتي انا ما ببقاش حاسه بيها. فاللهم لك الحمد. طبعا انا ليه طالعه بقول كده؟ عشان ناس كتير عايزه تعرف انا عندي ايه والكلام ده كله. الجلسات اللي كنت باخدها انا اخدت فوق 10 جلسات، تمام. رحت كشفت الدكتور هنا اداني جلسة. لما رحت كشفت هنا دكتور اداني جلسة، خدت جلسة علاج طبيعي. كنت بدأت واداني علاج، بس العلاج كان زيرو، ما عملش معايا اي حاجة خالص نهائي. رحت عين شمس كشفت، عملت على طول جلسات، ما كشفتش بصراحة، عملت على طول جلسات. الجلسات كانت برضو مش عامله اي نتيجه. ما كانش الدكتور اصلا كان بيحطني على الاجهزه وخلاص، ما كانش بيقول لي اعملي تمارين انا عندي ايه ما عنديش ايه الكلام ده كله. فالمهم ايه، المهم بقيت اعدي اخد حقن، خدت حقن كتير جدا، خدت علاج، خدت. انا لو كنت وريتكم اقسم بالله شنطه البرشام اللي كانت عندي واللي كنت باخدها وما كانتش عامله اي نتيجه، كنت هتقولوا لي الله يكون في عونك وربنا يشفيك. يعني انا ما كنتش طالبه من اي حد غير الدعاء، لاني فعلا كنت عارفين اللي هو انا عايزه اقوم. انا قعدت شهر كامل نايمه على السرير، شهر نايمه على السرير ما بقومش من عليه. المهم رحت مركز كويس محترم الحمد لله، ربنا كرمني بيه، يعني ربنا يا رب يجازي اللي قال لي عليه خير.
المهم رحته، ودكتور كريم بقى اللي هناك اسمه مركز النيل. مركز النيل، عيادة مركز النيل او مركز النيل حاجة زي كده، للي عايز يعمل جلسات علاج طبيعي هناك. قمة 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 في التفوق في العلاج الطبيعي. هو اللي قال لي بصي، انا اصلا الاشاعه دي بقى ما قلتلكوش، الاشاعه دي الدكتور قال لي بقوا 3 فقرات ضاغطين على بعض، وعندي شد عضلي في ظهري كله، وكمان شد عضلات ظهري ضعيفه. التلاتة مع بعض، فاهمين؟ اللي هو شد 3 فقرات وشد عضلي وعضلات ضعيفه. فاللي هو الموضوع كان الحمد لله، اللهم لك الحمد. فالمهم تابعت، خدت بالظبط 4 5 جلسات مع دكتور كريم، والحمد لله يا رب. تعبانه، بتعب، مش هقول لكم يعني. ممنوع اصلا عني الحركه، ممنوع عني ان انا اشيل حاجات تقيله، ممنوع ان انا اعمل مجهود، ممنوع الحاجات دي كلها. ممنوع ان انا اضغط على ظهري في ان انا اشيل واعمل واسوي، ودي مش طبيعتي. فطبعا انا اللي انا عشته والشهر اللي نمته على السرير خلاني اجباري لا ما تعمليش، اجباري ما تشيليش، اجباري ما تجيش على نفسك، اجباري مش لازم لو لقيتي حاجة على الارض تقومي تجري تلمي وتعملي وتسوي. فحقيقي خدوا بالكم من صحتكم، لان هي لو لا قدر الله راحت مفيش، يعني عارفين هتحسوا باحساس ربنا ما يكتبه على حد. فطبعا ربنا يبارك في كل اهلي وكل الناس اللي وقفوا معايا في الوقت ده، لاني حقيقي كنت تعبانه جدا. بس فده كانت طبيعه تعبي. طب يا اسراء، انتي وقفتي ليه فيديوهات؟ انا حسيت ان انا بعيده شويه عن بيتي، وقفت فيديوهات لاني بصوا أجندة اللي بيحصل حوالينا اتكشفت، فاللي مش شايفها محتاج يراجع حساباته. بس فكرة اني هرجع تاني ديت انا لسه بدرسها بصراحة، لاني انا عندي بيتي وابني اهم بكتير من اي حاجة تانية في الحياة بصراحة، مش هكدب عليكم. انا عندي بيتي، ابني، مسؤوليات بيتي، فهي دي رقم 1 عندي. انا كنت محتاجة الفترة دي، محتاجة ان انا كنت اخد الاجازة والفاصل دوت عن الفيديوهات، وان انا اطلع اعمل فيديوهات والكلام ده كله. بس حقيقي كنت لا كنت محتاجة كت شوفي بيتك وحياتك، وبعدين ايه ابقي اعملي تاني باك للقناة ولليوتيوب. وحسيت ان اليوتيوب هو دوامة انتي بتدخلي فيها. حسيت ان انا هبعد عن بيتي وكده، والقناة واليوتيوب هياخدني اكتر. فقلت لا، خليني ارجع واعيد حساباتي واشوف ايه كمان، يعني ممكن فيديو يعني محتوى مشترات وميزانيات والكلام ده كله في ظل الاسعار اللي احنا شايفينها. فانا بفكر ان انا لا، انا مش هبدا. يعني ممكن نعمل اكلات مع بعض، نشوف ممكن نعمل اكلات مع بعض، نشوف مشتريات الاسعار مش عارف ايه الكلام ده كله. ان شاء الله بامر الله تعالى الفتره اللي جايه. واشكركم اخر حاجه برضو من كل قلبي على كل حد سأل عليا. استنوني واكتبوا لي افكار في التعليقات كده. اسراء اعمل لنا مثلا فيديوهات كذا، اعمل لنا، عايزين نشوف كذا، عايزين نعمل كذا، يعني هنحاول نفكر مع بعض بصوت عالي. واشوفكم بقى ان شاء الله بامر الله في فيديوهات جديده ان شاء الله، ربنا يكرم، ومع السلامه.